اليوم 31 غشت نشهد اختتام فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية التي نظمتها مؤسسة روح أجدير الأطلس بخنيفرة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب بشراكة مع المجلس الإقليمي ومختلف الشركاء. هذه الفعاليات التي دامت طوال شهر غشت تحت شعار الثقافة المحلية رافعة للتنمية الترابية. هذه الفعاليات انقسمت إلى ندوات علمية وأنشطة فنية بقاعة البلدية بخنيفرة، وكذلك بمنتجع أقلمة مزيزة وأرجو، وكذلك ساحة أزلو التاريخية. هي فعاليات شهدت ندوتين أساسيتين، ثم بعد ذلك مجموعة من السهرات الفنية، وكان الهدف الأساسي من ذلك هو تفعيل هذا الشعار الذي يؤمن بأن الثقافة المحلية يمكن أن تكون رافعة للتنمية الترابية. خلال هذه الأنشطة كلها تم تكريم مجموعة من الوجوه التي طبعت تاريخ الفن الأمازيغي بخنيفرة، وكان ذلك اعترافا بمجهوداتهم واعترافا بإسهاماتهم القيمة في هذا المجال. وهي مناسبة نريد من خلالها أن نبرز بأنه لا ينبغي أن ننسى مثل هذه الوجوه، وينبغي الاعتناء بها سواء على المستوى الفني أو على المستوى المهني. ويجدر الإشارة كذلك أنه هذه الدورة شهدت توقيع اتفاقية بين المؤسسة والمجلس الإقليمي للاشتغال على أنطولوجيا للموسيقى الأمازيغية بهدف جمعها التراث وبهدف تدوينه مثل باقي الأنطولوجيات التي اهتمت بفن قناوة، بفن الآلة وفن العيطة كذلك. هذه التفاتة من المؤسسة لكي لا ننسى تاريخنا الفني وتراثنا الثقافي. مزيغنا يدخل يسور خان الدوخ. اليوم جيت باش نحضر الأمسية الختامية ديال الأمسيات الصيفية اللي كتحييها جمعية روح أجدير، وكان حسن لي الشرف أنني شاركت في إحدى السهرات، إحدى الأمسيات. هذه الأمسية اللي باش كتمتاز بأنه أي فنان طلع المنصة، وإنما سموها أمسيات ديال الرواد. كل فنان غادي يغني واحد الأغنية اختارها ديال شي فنان قديم ديال دوك الرواد اللي دازوا، وكان حصل لي الشرف انني اختاريت الاغنيه ديال اقشمير ديال يوسفي محمد اللي معروف برويشه ديال عين اللوح. وحنا كفنانه يعني حبينا هذه الفكره ديال
ديال هاد الفكره اللي اقترحتها المؤسسه ديال روح اجدير، وكنتمناو لها التوفيق ان شاء الله في المسيره ديالها الثقافيه والعلميه والفنيه. يا دايما زيغ الاسرى يا سندوز الماضي أنا جيت فرحانة لهاد المهرجانات اللي تبارك الله ولا كلشي تيتفرج كلشي كيستمتع كتكريم التراث. وجيت فرحانة كيحيوا السهرات في أزلو وسنوات أزلو مهجور. دابا الحمد لله كاين سهرات زوينين يوميا للجمهور ديالنا لوليداتنا، الناس ديالنا الكبار يتفرجوا حتى هما يستمتعوا. نشكر الناس يسهروا على هاد المهرجانات، تنشكرهم بزاف بزاف سواء القراب ولا البعاد. اختتام هذا البرنامج الصيفي اللي شرفت عليه مؤسسة روح أجدير الأطلس بخنيفرة. وبالمناسبة تنبغي نقدم الشكر الكبير للسيد عامل إقليم خنيفرة والسيد رئيس المجلس الإقليمي والسيد رئيس الجماعة الحضرية وكل الذين ساعدوا على إنجاح هذه الصيفيات. ونعتبر أننا في مؤسسة روح أجدير احنا موجودين بكم ومن أجلكم، وأننا إن شاء الله بتشجيعكم وبدعمكم سنستمر إن شاء الله في هذا الدرب ديال تنشيط الإقليم ديالنا وتنشيط المدينة ديالنا، الإقليم العزيز والمدينة العزيزة. وبالمناسبة كنشكر السلطات المحلية وكنشكر كل القائمين من سلطات أمنية وقاية مدنية قوات مساعدة على المجهود الكبير اللي بذلوه معنا من أجل إنجاح هذه السهرات، من أجل إنجاح هذا البرنامج الصيفي بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة، بمناسبة تخليد عيد الشباب المجيد. ونضرب لكم موعدا إن شاء الله في مناسبات قادمة، فنحن معكم وبكم وإلى مناسبة قادمة بحول الله. شكرا على المشاهدة. قبل ما تخرج ما تنساش تابونا في القناة وتفعل زر الجرس